السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نهار جديد وفيديو جديد في قناة فكرتي. الفكرة ديال اليوم هي واحد الحلوة كتجي ساهلة واقتصادية بمذاق غزال، بمذاق البرتقال. هذا موسم البرتقال، خاصنا نستغلوه ان شاء الله في جميع الحلويات ديالنا او الوصفات. غادي نقدم معكم هذه الحلوة اللي كتجي غزالة ما شاء الله، مقرمشة من برا وطرية من الداخل، بجميع الأسرار ديالها باش تنجح معاكم هاد الوصفة. كنتمنى تتبعوا معايا الفيديو حتى للآخر باش تعرفوا على المقادير وطريقة التحضير. إلا كنتوا أول مرة كتشوفوا القناة ديالي كنتمنى تضغطوا على زر الاشتراك وفعلوا الجرس باش إن شاء الله يوصلكم كل جديد. وإلا كنتم مشتركين في القناة كنتمنى تدعموني بلايك وتعليق زوين بحالكم. فرجة ممتعة للجميع. بسم الله على بركة الله. غادي نبداو في المقادير وطريقة التحضير باش ما يطولش عليكم الفيديو. غادي نديرو 3 البيضات بحرارة الغرفة، ما يكونوش مجبودين من الثلاجة، وغادي نديرو معاهم قبصة ملح لتصحيح الذوق، دائما كنستعملوها في الحلويات. راني كنت صبقت وحطيتها في الإناء، وغادي نخلطو واحد شوية هكا بيد لما تخلط لنا البيض، غير شوية وكان. وغادي نضيفو كاس ونص ديال السكر سنيدة. ممكن تنقصوا الكمية إلا ما كتحبوش الحلاوة تكتفيو بكاس واحد. صافي غادي نخلطو شوية باش يذوب السكر مع البيض. هاد العملية مهمة جدا في جميع الحلويات، حيت إلا ما تخدمش السكر مع البيض من بعد كتبقى العجينة كطلق لنا الزيت. خاصنا نخدموه مزيان مزيان حتى كيتغير اللون ديال الخليط ديال البيض والسكر. ممكن ديروا هاد العملية هادي في الخلاط الكهربائي، كيسهل عليكم كيسهل عليكم الخدمة. صافي ملي غادي نكملو تيولي لنا الخليط كما كتشاهدوا كيبيض شوية. غادي نضيفو دابا كاس ونص ديال الزيت، زيت المائدة. هاد الحلوة ما فيهاش الزبدة، كتجي ما شاء الله غزالة واقتصادية. غادي نخلطو هاد المزيج كله غير بشوية حتى كتندمج جميع العناصر. ومن بعد غادي ندوزو للتنسيم ديال هاد الحلوة اللي كيجي ما شاء الله المذاق ديالها غزال. وكيف ما قلت في البداية ديال الفيديو غادي ندير هاد الحلوة بمذاق البرتقال كتجي غزالة. وغادي نضيف معاها سكر فانيليا كيعزز لها الطعم اكثر، كيخرج الطعم ديال البرتقال. غندير كيس ديال فانيليا وبشر برتقاله كبيره كنحكوها في الحكاكه رقيقه، كنضيفوها حتى هي كيعطينا طعم وكذلك اللون لهاد الحلوه. كتجي اللون ديالها ما شاء الله غزاله. كنحركوا هاد المكونات مزيان، وغادي نضيفوا اضافه ثانيه، وغنضيفوا على المكونات علبة من الزبادي بنكهة الفانيليا، كتعطينا طراوة لهاد الحلوة وكذلك كتجيب الكمية كبيرة. بالنسبة للبيض إلا كان عندكم حجم البيض كبير ممكن ديروا غير 2 بيضات، وإلا كان حجم صغير كيف ما درت أنا ديروا 3. كنتمنى من كل أخت شافت الفيديو ديالي أو عجبوها الوصفات اللي كنحط لكم في القناة أنها تخلي لي جيم للفيديو وتخلي لي واحد التعليق باش نعرف الرأي ديالكم في القناة بصفة عامة. دابا كنزيدو كيسين من خميرة الحلويات بوزن 7 غرام، وكنديرو كذلك معاه الدقيق. كيكون الطحين حسب الخليط، كنديرو الطحين ديال الحلويات خاص بالحلويات. وباش تنجح معكم هاد الحلوة هادي ضروري انكم تحكموا في القوام ديال العجين، يعني ما نضيفوش الطحين في دفعة واحدة، هكذا ممكن تقصح معنا العجينة وكتجي الحلوة قاصحة ومعجنة من الداخل. ضروري اننا نضيفوا الطحين بشوية بشوية وحنا كنجمعوا، خصوصا للمبتدئات اللي ما كيعرفوش يديروا الحلوى، يعني يلاه بداو كيتعلموا. ضروري اننا نبقاو نديروا الدقيق غير بشوية وحنا كنجمعوا هكذا. خاصنا نتحصلوا على العجينه تكون رطبه وفي نفس الوقت ما كتلتصقش في اليدين. وباش نعرفوا قوام العجينه ضروري اننا نديروا اليدين ديالنا
وحنا كنجمعو غير بالأصابع، ما كندلكوش العجينة، كنضيفو بشوية بشوية وحنا كنجمعو العجينة بالأصابع ديالنا، والقوام كيكون رطيطب كيف ما كتشاهدوا، وفي نفس الوقت ما كتلصقش في اليدين، والعجينة ديالنا ناجحة وما غاديش تعذبنا في الخدمة. بالنسبة لتشكيل هاد الحلوى كيبقى اختياري، كل وحدة والطابع اللي عندها في البيت ديالها، وحتى اللي ما عندهاش شي مرشم معين او ما عندهاش طابع في الدار ممكن دير اي حاجة غادي ترشم لها على وجه الحلوى. كيف ما غادي ندير انا، عندي هاد الشبيكة كندير شي فرفارة عندي في الدار، لقيتها واستعملتها، جا الشكل ديالها زويون بزاف على شكل وردة. مهم غتكوني نتيا المبدعة في المنزل ديالك، اللي عندك خدمي به. غندير معكم وحدة أخرى، صحيح أنها أداة بسيطة ولكن الشكل ديالها جا زوين بزاف كيف ما كتشوفوا. غادي نستخدم أيضا القطاعة ديال البيض المسلوق، يعني قلت لك اللي عندك في الدار غادي تخدمي به، ماشي مهم يكون عندك مرشم باش ديري شي حلوة لوليداتك أو لا الضيوف اللي غادي يجيو عندك. كما كتشوفوا هذه القطعة ديال البيض كنديرها حتى هي كمرشم، وكيجي الشكل ديالها زوين بزاف. وطبعا الا ما عندكش هاد القطعه ديال البيض المسلوق ممكن ايضا ديري الكاس، بالكاس غادي نزينو به حتى هو كيف ما غادي تشوفوا معايا في الفيديو القدام. غادي ندير وحده اخرى باش تشوفوا معايا كيفاش جا الشكل ديالها، كتجي زوينه بزاف. وغادي ناخذ اي كاس عندك في الدار ديال اتاي وغادي نرشمو به حتى هو كيجي زوين. كنشدو وحده اخرى كنديروا لها وجهها في السكر حبيبات، وكناخذوا الكاس وكنديروا بحال هكذا تزيين بسيط بلا مرشم بلا حتى حاجه، غير بالكاس كيجي الشكل ديالها غزال. كنكملوا الكميه كلها في اللاطه، من بعد كنشعلوا الفرن ديالنا الا كان فرن كهرباء نشعلوا عليها من الفوق ومن التحت درجه الحراره متوسطه حتى كطيب، وصافي كنخرجوها. بالنسبه للفرن الغاز كنطيبوها من التحت حتى كطيب وكنحمروا لها الوجه ديالها، وكتكون النتيجه هي هذه حلوه ما شاء الله غزاله، وكتوجد بسرعه، مكونات بسيطه والشكل ديالها غزال ما شاء الله، غادي يبغيها الكبير والصغير. كنتمنى منكم تجربوا هذه الحلوه هذه وتوجدوها في البيوت ديالكم وللاولاد ديالكم وغتصبحوا مدمنين عليها. كنحاول دائما انني نجيب لكم وصفات تكون بسيطه واقتصاديه وافكار جديده. كنتمنى الى عجبتكم الوصفات ديالي او هاد الحلوه اللي وجدت معكم هاد النهار انكم تخليوا لي واحد الجيم للفيديو وخليوا لي تعليق. كنتمنى منكم تدعموني باش نعرف ان الوصفات ديالي كيتفرجوا فيها الناس وانها كتعجبهم. وإلا ما كنتوش مشتركين في القناه كنتمنى تشاركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس باش ان شاء الله يوصلكم جديد الفيديوهات. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.